اتفرجوا كده على رد فعل العميله مع كابتن من كباتن اوبر، كانت راكبه معاه العربيه وحصل بينهم خلاف ايا كان هو ايه، انا ما اعرفش التفاصيل، وعايزه تنزل تاخد حاجتها من شنطه العربيه وتنزل من غير ما تحاسبه. طبعا راحت مطلعه الكاميرا بتصوره عشان تهدده. فاتفرجوا على الفيديو ده وبعد كده هقول لكم ازاي تتصرفوا في المواقف اللي زي دي والمواقف اللي انا اتعرضت لها وازاي اتصرفت فيها. فلوس انا عشان امشي. يعني انت لا عايز توصلني عن نقطه ولا عايز تفتح الشنطه تديها لنا؟ اديني فلوس انا امشي. انت عاوز ايه دلوقتي؟ انا عايز فلوس. انت عاوز مشاكل، انت مش عايز فلوس. ماشي اديني بقى فلوس. عمال اتكلم معاك بالذوق وبالادب وبسايس فيك وانت مصر. ما تفتح الشنطه. لما تجيبي فلوس وانا امشي. طب افتح الشنطه. مبدئيا ورقم واحد لازم يكون معاك داش كام في العربيه، ودي ممكن تروح لاي محل تركب من عنده كاميرا مراقبه تسجل 24 ساعه. والكاميرا دي بالمناسبه مش ممنوعه، ودي هتثبت حقك لا قدر الله بقى في حاله حصل حاجه بره، حد اعتدى عليك، في حاله لا قدر الله الحوادث والكلام ده. انا اتعرضت لثلاث مواقف قبل كده بالمنظر ده، ويمكن كان فيهم موقف ابشع من ده. واخد عميل من مدينتي وطالع ناحيه الدقي، وكان السعر بتاع المشوار ده كويس جدا. الكلام ده كان من سنه تقريبا. المهم قبل ما اوصل للكارته بتاعه مدينتي، العميل قاعد معاه واحده ورا، فبيقول لي اقفل الازاز. المهم الجو كان حلو يعني، فانا عندي الازاز الاخرى كانت واقعه ورا، فبقول له طيب هركن اول ما نقف في الكارته وهقفل الازاز. اللي معاه بقى طبعا هي مش من سنه، هو واحد كان عنده فوق ال 55 سنه، ودي واحده كان عندها حاجه و20 سنه بالكتير. واللي فهمته بعد كده ان هي المفروض ان كانت الممرضه بتاعته، فده مش موضوعنا. واحنا واقفين في الكارته بدات بقى ان هي تتطاول عليا، بتقول لي لا انت العربيه بتاعتك مش حلوه، ويعني ايه مفيش اوكرا عندك في العربيه، وازاي مش عارف ايه، وبتتكلم باسلوب مش حلو. فقلت لها لو سمحتي انا كل اللي قلته له لما نقف هقفل الازاز، وبالفعل انا كنت بقفل الازاز. قعدت بقى ايه تلبخ وتتريق على العربيه ومش عاجباها مستوى العربيه اللي انا راكبها. الراجل ايه بدات هي تتطاول معايا في الكلام، وبعد كده وهي بتتكلم بقى بتقول لي طب خلاص نزلنا يا روح امك. يعني جابت بقى ايه غلطت. طبعا هي غلطت، هرد لها الغلط ب10. البي الناطع اللي قاعد جنبها ما بيتكلمش. المهم رحت طالع لما لقيت الحوار كده، رحت مشغل الكاميرا وبصور. فلما لقيتني بصور راحت راميه باله بقى، وانت ايه بتحاول تشد مني التليفون وانت سايق. فلقيت الحوار بالمنظر ده، يا دوب خرجت من الكارته رحت واقف قدام اول كمين واقف عند الكارته، وهي بقى نزلت من العربيه تشرشح لي، والراجل اللي معاها نزل، وانا العقيد مش عارف ايه في مش عارف ايه من ليبيا، الراجل ليبي، وقعد يشتم وقعد يقل ادب. طبعا هو شتم، ردت له الشتيمه. جه ظابط محترم قال لي الموضوع فيه ايه وبتاع، اقفل الكاميرا لو سمحت. المهم رحت قافل الكاميرا. قال لي ايه الموضوع؟ قلت له حصل 1 2 3 بالنص. هي لا ده عايز يشد التليفون وده وده وده. فالمهم الراجل جه، قلت له انا مسجل كل حاجه فيديو، وريته الفيديو. قال لي طيب خلاص انت عايز تعمل ايه؟ فقلت له انا مش عايز اعمل حاجه، انا لو هعمل محضر واثبت حقي فانا عارف ان الموضوع هيطول، فهي غلطت فيا وانا غلطت فيها والموضوع انتهى. فكان عايزين بقى حد كده كان عايزني اعتذر للراجل. قلت له لا انا مش هعتذر لحد، هو غلط فيا وانا غلطت فيه، وغلط بغلط كده انا واخد حقي تالت ومتلت، ومش هوصلهم في المشوار بتاعهم، الموضوع بتاعي كده منتهي. ونزلتهم في الكمين وخدت بعضي ومشيت. الموقف الثاني كنت واخد واحده من التجمع ورايحه ناحيه هليوبلس، والدنيا تمام ومشغل التكييف وبتاع، مع ان الرحله كانت عاديه بس الجو كان حر وانا ما بحبش اسوق في الحر يعني. المهم وصلتها لحد نقطه اللوكيشن بالظبط. اول ما وصلنا فهي عايزانا اخش ايه حته شمال صغيره كده. انا ما عنديش مشكله، ممكن امشي كيلو زياده، بس لو الكلام ده طلب بادب او طلب باحترام. لقيتها بتقول لي لا 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 انت ايه اللي خلاك تقف هنا؟ خش شمال لو سمحت ونزلني قدام. كده باسلوب مش حلو وبطريقه مش حلوه في الكلام. فالمهم قلت لها لا هو اللوكيشن بتاعك معمول في المكان ده. طبعا بدات ان هي تنزل من العربيه ماسكه الفلوس في ايديها. طب انا مش هحاسبك غير لما تدخلني في النقطه اللي انا عايزاها. ونزلت بقى وماشيه، يعني هي خلاص نزلت واستحلت بقى ثمن الرحله وبتاع، واخده بعضها وماشيه، كان حوالي 190 جنيه او حاجه زي كده يعني. فالمهم رحت نازل مشغل الكاميرا ومصورها، طالعه العماره ومش عايزه تحاسب. الناس اتلمت، بقول لها يا جماعه دي واحده حراميه سرقت مني الفلوس، وعمال اقول لها يا حراميه يا حراميه، وهي خلاص استحلت المبلغ وخدت بعضها وطلعت. استعوضت ربنا طبعا في الفلوس ونزلت الفيديو على النت. وبعد كده استحرمت بقى ان انا ايه اشردها وبتاع. المهم رحت مغطي وشها في الفيديو وسبت الفيديو على الفيسبوك وبتاع. وبعد كده بعد فتره رحت مسحه وقلت مش هستفيد حاجه لما انا اشردها وهي قبلتهم، وهاخد حقي منها ان شاء الله عند ربنا. الحالات اللي زي كده لو انت ما عندكش كاميرا او ما عرفتش ان انت تتصرف صح وتشغل الموبايل بتاعك وتصور، ايه اللي هيحصل معاك؟ اللي هيحصل معاك ان العميل ممكن يقوم رايح القسم عامل فيك محضر ويرمي بلاء عليك ويتهمك باي حاجه، وعلى ما تبدا تثبت حقك هتكون اتبهدلت في القسم وفي النيابه، وهتدفع فلوس قد كده والعربيه هيتحجز عليها وكلام كتير من ده.
فخلاصه الكلام، ركب كاميرا في العربيه عشان تشتري دماغك من بعض الناس المرضى النفسيين اللي بنقابلهم بالشكل ده.